لا يزال خلاف الفنانة حالة ترك مع والدها محمد ترك يتفاقم عقب تصريحاتها في برنامج مجموعة إنسان أول أيام عيد الفطر، والذي يعرض على شاشة MBC. فبعد أن هددها والدها بمنعها عن الغناء ومحاربتها حتى آخر يوم في حياته، ردت حالة ترك على والدها محمد الترك بطريقة غير مباشرة، حيث قامت باستبدال اسم شركته باسم شركة بلاتينوم ريكوردز عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، كما استبدلت اسمه باسم مدير أعماله الجديد. حالة ترك لم تكتف بهذا القدر من التغييرات، ففاجأت الجمهور ومتابعيها بحذف كل صورها من حسابها الرسمي على انستغرام، تاركة صورة جديدة واحدة.